يولد الشر بعد كده يتحول لحرب. مشاعر الكره اللي الواحد بيكونها تجاه شخص معين مشاعر غلط جدا ان الواحد يعملها، لان انت لما يجي شخص يغلط مثلا في حقك او يغلط او مثلا يقلل منك او مثلا انت اكيد كواحد طبيعي او كواحد بشري عادي بتكنله بعض مشاعر الكره، لكن عايزك تتسامى عن كل ده وتكره فعل الإنسان، ما تكرهش الإنسان نفسه، لأن مشاعر الكره دي بتضر صاحبها. أنا عارف إن الموضوع يعني هو مش شبه خيالي أو مثلا مش حاجة فوق البشر أو فوق طاقة البشر، لا، أنت عشان تعيش في سلام داخلي في حياتك أو عشان تعيش مبسوط أو عندك نوع من أنواع السلام الداخلي في حياتك لازم تتخلص من مشاعر الكره دي خالص، لأن مشاعر الكره دي أول واحد بتضره هو صاحبها، هو اللي بيكونها، لأن الكره دايرة مفرغة. الكره ممكن يؤدي للعنف، يؤدي للغضب، يؤدي للحروب اللي احنا شايفينها في العالم، يؤدي إن واحد يكره حد، يؤدي إن واحد يحسد حد، يبص لرزق حد. كل ده بيحصل في العالم، كل طبيعي لأن احنا بشر. لكن ان انت عشان تعيش مبسوط في حياتك وعندك نوع من انواع السلام الداخلي لازم تتسامى على مشاعر الكره دي وتبدلها. هو الموضوع صعب بس فكر فيها كده بشكل بسيط، اكره فعل الانسان لكن ما تكرهش الانسان نفسه، لان الله هو اللي خلق الانسان. ما اوعى تكره اي انسان. مشاعر الكره دي دايره مفرغه بتترد لك في النهايه، بتنعكس عليك، تبقى انت انسان كاره، بتبقى انسان غير راضي، او انك تحقد على حد. خلي بالك، او فكره الكره هي اللي بتورد الشر. الشر عباره عن فكره تكون يعني في دماغك. اي حاجه في الدنيا دي كلها بتبتدئ بفكره، يعني حتى مثلا لو انت هتروح تعمل مشروع بيبدا بفكره، بعد كده بيتحقق على ارض الواقع. كذلك فكره الشر ممكن هي فكره صغيره، تمام، او الكره بيولد الشر بعد كده يتحول لحرب، وده اللي بنشوفه دلوقتي في العالم. فزي ما قلنا من الاول ان كل حاجه في الدنيا دي بتبدا بفكره. يعني مثلا الفيسبوك، تيك توك، كل ده بدا بفكره في عقل المبرمج، بدا يطبقها على ارض الواقع. وقيس على كل ده كل حاجه في الدنيا دي. اوعى تكون فكره الكره جواك، لكن كون فكره الخير جواك. اكره افعال الشخص، ما تكرهش الشخص نفسه.